العراق المشرق بشخوصه بمواضيع بالكثير يعني من بطرائف الأشياء. المسالمة الجميلة. مثلا القصيدة الأخرى هي عن لالش المزار الأيزيدي. يعني هذه الطائفة ما سمعنا من وجدت بلدنا إلا الخير، إلا المتالفة ويا شعبها وناسها. فعندي لالش، حضارة لالش وهمجية داعش. في ذلك العراق، في ذلك الشمال، من قبل أن تشكل الهضاب والجبال، خاطت يد الجمال لوحة الحب التي صار اسمها شنقال. جبالها تشع كالياقوت، ومروجها عاصمة للتوت. نافذة الشمس إلى الجبال والثلوج والسهول، نافذة الشمس إلى الناس الذين يزرعون الخير. يا واحة الأمان، يا أنموذج الحب على مدى الزمان، لأنك عفيفة الوجدان، لأنك غنية التاريخ والأرض، شهية الأغصان، أثرت شهوة اللصوص والقرصان. فحاولوا، كم حاولوا أن يجعلوك ساحة للنار، ويحطمون الجبل الأسمر ولالش المزار. شنقالوا يا عرين، لن يفلح التنين، فلم يزل تينك رغم النار. يا سنجار بالأمس، يا حمامة العراق بالأمس، يا عاشقة البياض، يا بيضاء، عادوا كما يعود الداء والوباء بالنار. ينسفون بيتك السعيد بالغدر بالفتنة، يرهبون شعبك العنيد، ويسرقون فرحة الأطفال يوم العيد. كم شرد النساء والأطفال والطيور. شنقالوا يا صابرة على قصور، على عصور القهر والعذاب، لا تسمحي لمخلب المغول أن يدنس الأبواب. لأنك المشاعل، لأنك السنابل، لأنك السفوح والهضاب، فإنك تبقين أقوى من يد الإرهاب. إن شاء الله.